إن الحركة الكشفية مدرسة حقيقية. هبوا يا شباب، هبوا يا شباب، هبوا يا شباب. الكشافة تسهر على تربية الشباب تربية جيدة، تعلم الشباب في الصدق، في الإخلاص، في التعاطف مع الفقير، مع المسكين. منظمة تربوية، منظمة عريقة. يعني هذه الحركة باختصار علمتنا الوطنية، علمتنا الدين، علمتنا التسامح، علمتنا الخدمة في سبيل الله. حركة عظيمة، وهي أداة أو تاريخ لتربية الشعب وطنيا وتربية الشعب كذلك أخلاقيا. كل هذه الأخلاق ميزت مدرسة الكشافة الإسلامية الجزائرية. علمتني نحترم الوطن، نحترم الدين، نحترم الجار، نحترم الغير. علمتني الكشافة بزاف حوايج، بالاعتماد على النفس والإسعافات الأولية. الحركة الكشفية الإسلامية في الجزائر منظمة تربوية ذات طابع المنفعة العمومية، تهدف إلى جمع وتأطير الأطفال والشباب من مختلف الفئات والمستويات في تنظيم محكم وأهداف مسطرة واضحة، وهي ترمي إلى تكوين الشخص وتنمية مداركه وقدراته بمحيطه الاجتماعي والطبيعي، وذلك من خلال الزيارات الميدانية والاتصالات المباشرة، وكل هذا بطرق ومنهجية بسيطة مستمدة من الواقع الذي يعيشه الشباب. الطفل عطلاوي رياض 9 سنوات، تلميذ بمدرسة الشيخ طاهر الجزائري بالسنة الثالثة ابتدائي، انخرط حديثا بالحركة الكشفية، وحسب محيطه بالمدرسة فقد تحسن سلوكه وأصبحت علاقته بأقرانه جيدة وارتفع مستواه الدراسي. حسن السلوكات بالنسبة لدي حسن السلوك لاحظت مع الفوضى ويقضي ما يوصي الزملاء تاعو ما حسن السلوكات. إذا كان الآن المجتمع أصبح يعيش عالم تكنولوجيات الاتصال والإعلام، ينفتح حول المناهج التربوية الجديدة، الثقافات العديدة اللي راح تقيس المجتمع، فالكشافة لابد أن تنسجم مع هذه الإيجابيات، فهي أيضا تدعم برامجها التربوية وتدعم أدواتها التربوية بإدخال التكنولوجيات الحديثة للمجتمع. موضوع الكشافة الطفل، وأهدافها بناء الإنسان السوي، وهي تقوم بذلك على أحسن ما يرام. القيام بالجولات السياحية وفتح المجال للأطفال والشباب، الترفيه والتسلية إلى مختلف المناطق وفي مختلف الفصول من المهام الأولية للكشافة الإسلامية تجاه منتسبيها، فهي تنظم لهم الكثير من الرحلات وتقيم لهم المخيمات لتساعدهم على تحقيق أحلامهم. تفتح لهم مجالات الغناء واللعب والجري وسط مناظر خلابة قد لا يراها الشاب أو الطفل غير المنتسب للكشافة حتى في أحلامه. إن الحركة الكشفية تعمل من أجل تقويم عقل وجسم المنتمي إليها بطرق علمية وعملية مسلية، فهي تعد الطفل ليكون مواطنا صالحا خاليا من العقد وعضوا نافعا في المجتمع، وهي تفتح له فضاءات متعددة وآفاق رحبة يحصل من خلالها على مكاسب معرفية وتجارب استثنائية تجعل منه إنسانا متوازنا وسعيدا. تعلمه كيف ومع من يعيش، وتعرفه بجمال الطبيعة وبخفاياها، وتفتح لهم مجال التمتع بمناظرها الخلابة، فيحب ويحترم هذا المحيط ويحافظ عليه ويحميها. هذه
المعارف، وهذا التكوين يحصل عليه الكشاف بدون مشاق كبيرة ولا علم كثير، بل عن طريق السياحة، اللعب والتسلية. عندنا 85,000 منخرط في صفوف الحركة الكشفية، ونتطلع للوصول إلى أعداد أكثر. في نفس الوقت اهتمامها اليوم هو كيفاش نقدر نقدم خدمات مفيدة للشباب تاعنا، الشباب اللي في بعض الأحيان يتعرض إلى جملة من الآفات الاجتماعية، قضايا تهدد الصحة تاعو، البناء الأساسي تاعو، حتى في الجانب الروحي تاعو، بعدوه على التطرف، بعدوه على الانحراف. إن تصدير أهداف الكشافة ووضوحها منذ البداية أعطاها اليوم قوة ومرونة في التحرك لتتفاعل إيجابيا مع المتغيرات والتحديات التي تعرفها المجتمعات، والتي تنعكس على الشباب بإيجابياتها وبسلبياتها. إن هذا التنظيم الشباني ذو الأصول العريقة الذي يعرف انتشارا واسعا وسط الشباب يقوم بمهام جليلة مناط به، وهي تتمثل في تربية ورعاية براعم اليوم إطارات المستقبل. لهذا فإن التظاهرات الثقافية والفكرية والتاريخية لمؤطريها تبقى ضرورية، وهي تهدف إلى جمع الأطر الحالية بالرواد الأوائل لتعريفهم بمسيرة هذه الحركة الخالدة والمحطات التي مرت بها ورجالها البواسل الذين عرفوا كيف يكيفون تنظيمها حسب الظروف والمعيقات والسير بها إلى الأمام. التنظيم الكشفي المشبع بالقيم السامية المتمثلة في الحرية والنضال والتضحية جعلت من السيد الرئيس يولي أهمية خاصة لهذا التنظيم، ويرعاه بدعمه وتشجيعه ماديا ومعنويا، والاطلاع الدائم على مستجدات هذه الحركة وطنيا ودوليا. وفي هذا الإطار استقبل السيد الرئيس الأمين العام السابق للمنظمة الكشفية العالمية الدكتور جاك موريون، الذي قدم للرئيس وسام تقدير وعرفان لما يبذله من جهد في خدمة الكشافة. إن مزايا الكشافة عديدة متعددة، فهي تتوخى ازدهار الشباب وتكسبهم التوازن النفسي والاجتماعي، وتقوي قدرتهم على التمييز، وتربيهم على الشرف الصحيح، على الشرف النظيف، على الشرف الطاهر، على الشرف الأصيل. إن الحركة الكشفية مدرسة حقيقية، آمل أن تتسع الحركة الكشفية الجزائرية التي حمل مشعلها بجد جاد وعزم وقاد ونفوذ نظر حاد القائد محمد بوراس ورفاقه، بحيث تحتضن أكبر عدد ممكن من الشباب. هبوا يا شباب، هبوا يا شباب، هبوا يا شباب الكشافة.